أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف عند ارتفاع واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 12% بين 2021 و 2025 مقارنة بالفترة الممتدة بين 2016 و 2020، ما يجعل المغرب أكبر مستورد للأسلحة في إفريقيا وفق تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من الرباط الدكتور طارق تلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل. دكتور طارق تلاتي، أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. أهلا وسهلا سيدي حكيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهدي قناة فرانس 24. مرحبا بك، كل الترحيب، وبضيفي أيضا من سيول هذه المرة سيد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد ناجي ملاعب، أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك أيضا على تلبية هذه الدعوة. أهلا حكم، تحية لك وضيفك الكريم كذلك والسادة المشاهدين. مرحبا بك، كل الترحيب، مرحبا بكم كل الترحيب وبمشاهدينا. الولايات المتحدة، حتى أبدأ معك سيد طارق تلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، الولايات المتحدة وإسرائيل من أكبر المزودين، والسؤال: لماذا أصبح المغرب أول مستورد للسلاح في إفريقيا، وهل ثمة ما يبرر ذلك فعلا؟ تفضل. نعم، تحية مجددا. أولا هذا التقرير في خلاصته لا يمكن النظر إليه فقط من زاوية في زاوية قراءة سياسية فقط، حيث تظهر المملكة المغربية على أنها الأكثر تعاملا مع السلاح في إفريقيا بالاستيراد، ولكن هناك عوامل حقيقة هي كثيرة جدا. الدول الإفريقية جلها، يعني كل الدول المذكورة في هذا التقرير هي تراجعت في استيرادها للأسلحة، وذلك نظرا لضعف اقتصادياتها في هذا السياق الذي هو يحط بأزماته التنموية. وبالتالي هذا ينم على أن المملكة المغربية هي قوية اقتصاديا، قوية تنمويا، وهذا ما أشر على أنها لها القدرة على أن تزيد في استيراد الأسلحة. استيرادها للأسلحة ماذا يعني؟ لكي يجعلها تحتل الرتبة الأولى إفريقيا. المملكة المغربية معروفة من الدول التي تسعى إلى تحقيق السلم والأمن على المستوى الإقليمي الجهوي والدولي، ولا أدل على ذلك مشاركة تجريداتها العسكرية في كل القارات، وخاصة بالقارة الإفريقية، وأيضا في أوروبا، وأيضا في آسيا وغيرها من الدول. اليوم المملكة المغربية يجب أن ننظر إلى المسألة بأكثر واقعية. المملكة المغربية كانت تتفاعل في السياسات الدبلوماسية، وكانت أيضا تعتمد على إطارات تقليدانية في علاقاتها الدبلوماسية، لكنها اليوم انتقلت من سياسة العلاقات الثابتة التقليدية إلى العلاقات المعتمدة على تغيير المحاور. وبالتالي نجد بأن المملكة المغربية هي اليوم لم تعد ذلك الفاعل الذي يتفاعل في السياسة الدولية على المستوى الإقليم، ولكنها أصبحت صاحبة قرار. ولكن ثمة خطر داهم، المغربية اليوم ثمة معطيات أمنية دكتور طارق تلاتي، عفوا على المقاطعة، نعم. تبرر هذا التسلح بهذا الكم عمليا بشكل ملموس. نعم هناك من المبررات بطبيعة الحال، ولكن دعني أذكر بأن للذين لا يعلمون بأن المملكة المغربية صارت قوة إقليمية، وهي من الدول الصاعدة، من القوى الصاعدة إلى جانب كل من مصر، البرازيل، إسرائيل وتركيا. وبالتالي هذا يحتم على أن المبررات التي تدفعها لكي تستورد الأسلحة في المنطقة على الأقل أقول
لاحظ معي سيدي حكيم على أن منطقة الساحل جنوب الصحراء هي دائما في حالة توتر ولم تعد مستقرة. وفي الآونة الأخيرة، يعني هذا الشهر الأخير فقط، لاحظنا بأن كل من تنظيمي طيب. القاعدة وتنظيم داعش سيطر على الشمال المالي برمته إلى مدينة باماكو. زد على ذلك أن عدد التنظيمات في المنطقة هو في تصاعد وتزايد. هناك 12 تنظيم فقط على الحدود طيب. مع المملكة المغربية، وهناك بعض الدول الصديقة التي لا تقوى عسكريا على هذا، على دفع طيب، هذا أسمحك الخطر. دكتور طارق قتلاتي حتى أكون منصفا من حيث الوقت مع ضيفي سيد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي من سيول. سيد ناجي ملاعب، مرحبا من جديد. ما تعليقك أنت على هذا تصنيف المغرب في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح في إفريقيا، وفي المرتبة أيضا 28 عالميا وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لإبحاث السلام؟ وهل ترى من وجهة نظرك أن هذا الأمر مبرر فعلا بالنظر إلى التهديدات التي قد تحيق بالمغرب، أو ربما أوضاع أمنية ذهب إليها ضيفي منذ لحظات؟ مجددا شكرا للاستضافة حكم. عمليا يعني المغرب، هذا التقرير هو تقرير انه قديش استوردت خلال هذه السنوات الخمس، يعني كم استوردت. يعني كانت اخذت هذا التصنيف الاولى في افريقيا باستيراد، ولكن قدراتها ما زالت يعني اذا بالقياس بينها وبين جارتها الجزائر، يعني هناك فارق كبير بالتسلح. يعني الجزائر لديها قدرات أكثر بالتسلح. لكن يعني المبررات، نعم هناك مبرر، لأنه كان ضيفك يقول وأؤيد هذا الكلام أن جنوبي الصحراء، إن كان الجزائر وإن كان المغرب، تعاني من الإسلام المتشدد، يعني الإسلام السياسي المتشدد وحركاته العنفية التي ظهرت، يعني داعش وغيرها في هذه الأماكن. يعني لا يجوز. لكن المشكل الكبير هو مشكل الصحراء الغربية، والذي لم يحل حتى الآن بين الجارتين، والذي اعتمدت المملكة المغربية على التسلح الغربي بعد أن وقف الغرب معها، وهذا قادها لأن تكون يعني تستقبل أسلحة إسرائيلية بعد يعني تبادل العلاقات مع إسرائيل. وأنت يعني هو طريق بدخول سياسي إلى إحدى الدول العربية. بالتالي ما لم يكن هناك يعني حل للدولتين، ما لم يكن هناك حل لأزمة الأزمة الفلسطينية الدائم، ما لم يكن، لاحظ ما نراه نحن في لبنان اليوم يعني من العامل الإسرائيلي. بالتالي أن يكون المغرب أكثر وجهته 11% من التسلح هو تسلح إسرائيلي. يعني هذا الوضع، هل كانت مجبرة على هذا التسلح؟ هل هذا الخطر الداهم كان يلزمها أن تتسلح من أمريكا؟ نعم. من أوروبا؟ نعم. لكن من إسرائيل؟ أعتقد أن هذا الموضوع يعني شوي يغير وجهة المغرب ولا يضعها مع جيرانها العرب بالتالي لحل هذه الأزمة. هذا ما أريد أن أقوله حاليا. طيب، حتى أعود إليك دكتور طارق قتلاتي تتفاعل مع ما ذهب إليه ضيفي. لست أدري إن كان المغرب فعلا خارج عالمه العربي كما يقول ضيفي، لك أن تعقب تحديدا على هذه النقطة. ولكن السؤال الذي وددت أن أطرحه عليك أيضا دكتور طارق قتلاتي، التهديدات قائمة ربما لا يشكك فيها الكثيرون، ولئن كانت هذه التهديدات جدية إلا أنها وفق نظر البعض لا تخدم صالح المنطقة، تغذي التوتر، تغذي سباق التسلح، ويخشى البعض من أن يؤدي التسلح هذا إلى صراع فعلي، وأن لا يبقى ربما في إطار الردع، في إطار الدفاع، في إطار الحماية، لا سيما في ظل التوتر القائم مع الجزائر، في ظل أيضا ما يصفه البعض بأنه توجس يراقب به بعض الساسة وحتى العسكريين في إسبانيا نسق التسلح السريع في المغرب. كيف ترد على ذلك دائما في سياق ما إذا كانت هذا الأمر مبررا أو لا؟ تفضل.
نعم. صحيح أن هناك القراءة السطحية لهذا التقرير التي تدفع بأن الزيادة في الاستيراد هي ستدفع إلى نوع من السباق نحو التسلح، وهذا يؤثر على الاستقرار في المنطقة. أقول لا جزما وقطعا. لماذا؟ لأن المملكة المغربية لمن لا يعلم وأنها اليوم هي تقود إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والإخوة في الجزائر والإخوة في جبهة البوليساريو مفاوضات السلام، مفاوضات المخطط الحكم الذاتي الذي طرحته المملكة المغربية سنة 2007. اليوم الجزائر وجبهة البوليساريو مجتمعة إلى جانب موريتانيا حول إيجاد والتوافق على الصيغة النهائية، والتي لا شك وأنها ستوقع مبدئيا في خلال شهر ماي كما هو مدرج. بمعنى أن المملكة المغربية هذه المواضيع هي كما قلت في البداية هي تقليدية. دعنا ننظر من زاوية أخرى إلى ما يجري في موازين قوى العلاقات الدولية. من الذي يتحكم في العلاقات الدولية اليوم؟ لاحظ بأننا قبل شهر رمضان ونيف ونحن نستمع يوميا إلى الحرب في منطقة الخليج، وبالتالي لاحظنا بأن هناك من تهرب من الدول العربية على خلاف. وهنا أنا لا أتفق مع الأستاذ الكريم، لأن المملكة المغربية لم تخرج من إطارها العربي، بل هي التي دفعت في إطار اجتماع جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حاسم لفائدة الدول العربية الخليجية لما تتعرض له من ضربات صاروخية يومية. وبالتالي المملكة المغربية هي تحافظ على علاقاتها البينية وأيضا على علاقاتها بالتكتلات. دعنا ننظر أيضا من زاوية أخرى. اليوم المملكة المغربية لم تعد تلك الدولة التي تعتمد على التحالفات الضيقة والبسيطة أو المرهونة بتاريخ للمستعمر أو غيره. المملكة المغربية اليوم هي داخل أكبر تحالف دولي والذي به الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا به دولة إسرائيل، ولكن هذا لا يعني أن هذا التحالف أن المملكة المغربية تنصر ظالمة أو مظلومة أي عمل. ونحن لاحظنا بأن المملكة المغربية اليوم هي تحاول إيجاد حلول لتجنيب الدول العربية مطبات هذه الحرب المفتعلة اليوم في الخليج. وهذا بطبيعة الحال إن كان هذا الأمر لا يعفي دولة إيران على علتها من المشاكل التي خلقتها سواء في آسيا أو في إفريقيا، والتي تضررت منها المملكة المغربية أيضا في علاقة جوارها. المملكة المغربية تحافظ على حسن الجوار، ولكنها كما قلت اليوم هي قوة إقليمية وصاعدة. المملكة المغربية تتوفر على يعني الأقمار الصناعية لأغراض سلمية، تتوفر على مفاعلات نووية أيضا لأغراض سلمية، ولكنها تتسلح وفق منطقها الدفاعي. لا ننسى أنها توقع شراكات دفاع وتعاون مع مجموعة من الدول، منها باكستان، منها تركيا، الصين. يعني تنويع المحاور على المستوى الدبلوماسي دون أن تتخندق ضد أي كان على المستوى الدولي. وتنويع المحاور وتنويع الاستراتيجيات، وهذا يقودني إليك سيد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي. وفق صحيفة لوموند الفرنسية، قبل أن أشير لصحيفة لوموند الفرنسية فقط أنوه لأن معهد سيبري الذي أصدر هذا التقرير وضع تحفظا بشأن البيانات الخاصة بالجزائر ومسألة تراجع استيرادها للأسلحة بنسبة 78% في الفترة التي درسها، مشير إلى أن بل أشار إلى أن التكتم هو الغالب ويحيط بصفقات الجزائر العسكرية. الآن أتحدث عن ربما تنويع الاستراتيجيات. وفق صحيفة لوموند الفرنسية المملكة المغربية تسعى إلى تطوير قطاع الصناعات العسكرية لا سيما من خلال حوافز ضريبية، ومنذ 2021 تم إطلاق ما لا يقل عن 10 مشاريع بالتعاون مع شركات متعددة الجنسيات، تركية، أمريكية، هندية وإسرائيلية. أنت كيف تفهم هذا التوجه المغربي لتطوير الصناعات العسكرية محليا بالتوازي مع الاستيراد سيد ناجي ملاعب؟
يعني طالما أنها الأولى في إفريقيا بالاستيراد، يعني نحن مع أن توطن هذه التصنيع العسكري كما فعلت المملكة العربية السعودية مثلا في مؤتمر الدفاع العالمي الذي عقد بداية هذا العام في المملكة. وضعت خطة حتى عام 2030 أن يكون نصف الاستيرادات أن تكون موطنة في المملكة، وتصبح المملكة تنتج 50% من هذه الأسلحة بالتعاون مع الشركات التي تستورد منها. هذا نأمل أن تكون المغرب تسلك هذا الطريق، لأن اليوم قوة الدول أن تصبح يعني قوتها هي بتصنيعها وباستغنائها عن الآخرين. اليوم إيران تصنع أسلحتها. لست من هذا الموضوع، يعني إيران ورطت لبنان، يعني بدعم حزب في لبنان باتجاه معين ورطت لبنان، وكلنا نعرف ذلك. ولبنان أخذ قرارا بحظر أي الأعمال العسكرية قبل ما بدأ هذه الأحزاب. لكن اليوم لا شك أن إيران أصبحت دولة، تركيا أصبحت دولة هامة لأنها تصنع أسلحتها وتورد. إسرائيل تستطيع القول أنها يعني دولة ثابتة، لأنها حتى رغم كل ما حصل معها في العام 2024 وردت إلى الخارج ب 13 مليار دولار أسلحة وعقود. لذلك نحن مع المغرب أن يكون لديه توطين أسلحة وصناعات أسلحة حتى يستغني عن الاستيراد من الخارج. لكن يعني مبررات يعني الاحتفاظ بأسلحة وفق 11% من موازنة الدولة. يعني اليوم أوروبا يدعوها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن تضاعف موازنتها العسكرية حتى تصبح 2 فاصلة من 2 إلى 5% يعني فقط. لا يعني لأن يصبح يعني نحن ننفق على التسلح بدول العربية بشكل كبير. لماذا هذا الإنفاق؟ هل هو مبرر؟ هل يجب أن ننفق ب 11% مثلا من موازنة الدولة؟ هذا السؤال. طيب، وهذا سؤال أطرحه على ضيفي الدكتور طارق الثلاثي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. التصنيع يسمح للمغرب فعلا بنوع من الاستقلالية باكتساب التكنولوجيا بالخبرة وبسرعة التكيف مع التهديدات، هكذا يقول خبراء. ولكن الإشكال الذي يطرح وطرحه ضيفي بسبب التسلح، بسبب التصنيع العسكري، هو لا يخص المغرب فقط بل يخص دول كثيرة. يتعلق دكتور الثلاثي بما يوصف بالاستنزاف الاقتصادي للبلاد لمقدراتها، في الحين الذي يرى فيه البعض أن قطاعات أخرى هي أولى، هي أهم، بحاجة إلى هذه الأموال، منها الصحة والتعليم والتنمية إلى غير ذلك. هل تتفهم ربما الملاحظة التي ساقها ضيفي في سياق حديث؟ هي ملاحظة مهمة جدا، ولذلك أنا أحيل في تحليلي على أن المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين قد عرفت نهضة اقتصادية على مستوى التصنيع. ولاحظنا كيف أنها اليوم تصدر السيارات المدنية على المستوى الدولي، وأيضا على مستوى التسليح هي كانت تستورد من أجل الاستعمال الخاص المحلي، ولكنها اليوم دخلت في إطار شراكات مع دول، وهي اليوم تنتج هذه. وهنا أفتح قوس أقول بأن المملكة المغربية قبل عام ونصف أشرفت على أول تجربة لطائرة مغربية مسيرة، وهي اليوم تصدر الطائرات المسيرة في القارة الإفريقية إلى جانب معدات عسكرية أخرى. ولماذا؟ لسبب بسيط، لأن العجز المالي والاقتصادي في إفريقيا لم يعد يسمح لها باستيراد أسلحة بالأثمنة الباهظة التي كانت تقدمها الدول الغربية، خاصة أوروبا وأمريكا. وبالتالي المملكة المغربية هي تطرح في السوق الإفريقي نموذجا مقبولا لدى الدول الإفريقية عسكريا لحماية حدود هذه الدول، بمعنى من أجل أمور دفاعية وليس من أجل خلخلة أو
دعم عدم استقرار في إقليم من أقاليم القارة الإفريقية. المملكة المغربية ويقول لك أن الموازنات العسكرية هي قوة الموازنة العسكرية ربما مبالغ فيها، نسبة التسلح مبالغ فيها، ربما قطاعات أخرى تكون تحتاج لهذا الأمر. أنا كما قلت أجدد القول بأن هذا لا يشمل فقط المغرب بل يشمل دول كثيرة حتى في الجوار المغرب. أنا كما قلت في البداية لا يعني هذا الرقم بأن المملكة المغربية هي تضخم أو بالعجز في ميزانيتها، ولكن ذلك هذا الرقم نظرا لأن الدول الإفريقية لم تعد تستثمر في العائدات العسكرية، وبالتالي المملكة المغربية هذا من حسن حظنا أننا اليوم هذا التقدم وهذا التطور الإيجابي على مستوى التصنيع سمح للمملكة المغربية أن تدخل غمار التصنيع العسكري أيضا. لا ننسى بأننا اليوم داخل تحالف أكبر تحالف عالمي ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهذا يسمح لنا أيضا بتحديث الجيش المغربي الذي لم يعد ذلك الجيش الذي يعتمد بعض الأمور ولكن يعتمد التطور التكنولوجي أيضا، وهذا بطبيعة الحال يتطلب إمكانات لا بأس بها. أنا أشكركما جزيل الشكر من الرباط دكتور طارق قتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل على تلبية الدعوة. كل شكر جزيل لك من سيول سيد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي، شكر مضاعف نظرا لفارق التوقيت لديك سيد ناجي ملاعب، الوقت متأخر جدا. شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. كنتما معنا في فقرة وجها لوجه. مشاهدينا الكرام، الآن نذهب إلى هذا التقرير حول إشكالات التمييز التي تطال ذوي الاحتياجات